الأستاذ عمرو أديب امبارح في البرنامج بتاعه طلع متضايق جدا إن الكهرباء بتقطع عنده لمدة ساعتين، وإن دي مش طريقة، وإن جدول تخفيض الأحمال لازم يبقى معروف ويبقى فيه التزام بالمواعيد، وكتير من الرغي الغرض منه إن نقلب الشعب ونخليه يتنشن على الشأن الداخلي. أستاذ عمرو، حضرتك عارف إن دلوقتي في حرب جامدة جدا في المنطقة، وفي صراعات رهيبة جدا، والمنطقة مشتعلة، وفي مطامع في الأرض المصرية. انت متضايق يا عمرو على قطع الكهرباء، ومش عارف ان محطات الكهرباء دي بتحتاج اما غاز او مازوت علشان يتم تشغيلها. الغاز دلوقتي يا عمرو علشان تبقى انت عارف بيجيلنا من شرق المتوسط، وتحديدا من الكيان عنده حقلين في شرق المتوسط، بناخد منه الغاز، والغاز ده بنعمل له إسالة وبنصدر من الغاز وبنستخدم للإنتاج المحلي. بعد اندلاع الحرب اللي في المنطقة بين الكيان النجس وبين فلسطين، الكيان أو شركة شيفرون المسؤولة عن أحد الحقول وقفت إنتاج في الخط ده علشان في مشاكل في المنطقة.